يمتلكون الكرد موقفا واحدا حيال هذه التطورات وما يتطلبه المرحلة من الكرد للوصول إلى هذه الصيغة التي تفضلت بها سيد شورش؟ بتقديري الوضع الكردي لم يعد في حالة العداء بين الأحزاب الكردستانية الكبرى. اليوم اللوحة تغيرت، كل جزء كردستاني باتت له خصوصية أكبر. سيكون للكرد في يعني كردستان الشمالية وداخل تركيا سياستهم الخاصة مع التنسيق مع أشقائهم، وبالتالي ستتغلب لغة التنسيق على لغة العداء واللغة الشعبوية. إلى الآن نلاحظ وتلاحظ معي أستاذ وليد في خطاب شعبوي يعني غير مسؤول كردي، يعني يستعدي أطراف حزبية، الحزب الفلاني والطرف الفلاني والإقليم الفلاني والمدينة الفلانية. هذا الخطاب سيندثر يوما ما، لكن الأهم بتقديري الوصول إلى رابطة أو جامعة كردية تسعى إلى تجميع الكرد في مؤتمر واحد ليكون المؤتمر القومي الكردستاني، تحضره كل التيارات والفعاليات الكردستانية. أن تقوم هذه الهيئة أو يعني المجموعة الرابطة، سميها ما تشاء، بتحديد رسم آفاق السياسة الكردية، الأمن القومي الكردستاني، ليس على أساس كدولة تصرف كدولة، إنما كشعب أين تقف حدوده السياسية، بمعنى أن لا يتخطى، لا يستعدي كذا، أن يوقف الحروب الإعلامية البينية بين الأحزاب الكردستانية، أن يحدث شيء من الوئام. هذه المسألة إذا نجحت وذهبنا باتجاه مؤتمر قومي كردستاني يعني ستحل الكثير من العقد. أنا بتقديري يعني يجب أن نصل إلى لحظة تفاهم. الوحدة الكردستانية ليست شعار مرحلي أو دعاية انتخابية، هذا هدف استراتيجي يمهد الطريق أمام وئام كردستاني، تخفيض الكلفة وقطع الطريق على الدول المركزية المتربصة بالكرد أيضا.